هلا والله بالخميس. وبما ان النهاردة سهرة الخميس فلازم يكون في تمييز. مش جايبين لكم قصة او اتنين، ده احنا جايبين لكم 3 قصص مستوحاة من احداث حقيقية. في ناس بتفتكر ان الرعب بيجي فجأة، صرخة او منظر او حاجة بتتحرك في الضلمة، بس الحقيقة اخطر رعب هو اللي يقرب منك بهدوء ويناديك باسمك وبوش حد انت مطمن له. اللي هتسمعه النهاردة مش قصص مكتوبة للتسلية وخلاص، دي حكايات حصلت بجد وناس عاشتها لحظة بلحظة، بيوت تتقفل بابها على سر، وأصوات رجعت بعد الموت، وحاجات ظهرت ومحدش قدر يعرف اختفت ازاي أصلا. لو ناوي تسمع للنهاية اقفل النور وعلي الصوت، وخليك فاكر مش كل اللي بيخبط في الليل بيبقى إنسان. أخطر حاجة ممكن تكسر أمانك مش إنك تشوف جن، لكن إن الجن يجيلك بوش أقرب إنسان ليك. القصة ديت حصلت لست بسيطة كانت ساكنة في بيت بعيد وجوزها دايما مسافر. في الأول كانت إحساس، وبعدين ريحة، وبعدين حركة في الضلمة، لغاية الليلة اللي الباب اتخبط فيها وصوت جوزها قال افتحي. بس اللي كان واقف ورا الباب ما كانش جوزها. دي كانت مقدمة القصة الأولى. يلا بقى علشان ندخل في الجد، يلا على الطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. الشكر، كل الشكر للكاتب المبدع الأستاذ جمال الحفني اللي كاتب لنا ال3 قصص بتوع النهاردة. يلا بينا بسم الله. ما كنتش أعرف إن البيت اللي هعيش فيه هيكون مسكون بالجن، وكمان بيحاول يتشكل في صورة جوزي علشان يقرب مني. الحكاية ديت حكتها لي جدتي، حصلت معاها زمان لما اتجوزت جدي. اتجوزت وأنا عندي 15 سنة، وجوزي كان أكبر مني ب10 سنين، وكان تاجر بيشتري أغنام ويروح يتاجر بيهم في البلاد اللي حوالينا، وكان أغلب أيام الأسبوع بيبات برا البيت. يعني مثلا يقضي 2 أو 3 معايا يشتري أغنام وماعز، وباقي الأسبوع يسافر بيهم ويبيعهم في المدن اللي حوالينا. بيتنا كان على أطراف القرية ومفيش بيوت كتير حوالينا، وأول أسابيع جوازي كانت طبيعية جدا ومفيش حاجة غريبة بتحصل. لكن بمرور الوقت بدأ يتهيألي إن في حد عايش معايا، خصوصا لما جوزي يكون بايت بره. في مرة جوزي كان مسافر كالعادة ورجع تاني يوم، وأنا كنت بنظف الحوش اللي بيحط فيه الغنم. الحوش ده كان فيه غرف صغيرة جدا، لا مؤاخذة كده على حجم الحمام، فيها علف وقمح وتبن وحاجات كتير. لمحت بطرف عيني راس بتبص عليا من غرفة من الغرف ديت. بصيت ورايا اتأكد لكن ما شفتش حاجة. أنا الحمد لله مش بخاف أصلا من الحاجات دي. مركزتش قوي وكملت تنظيف عادي. وتاني أسبوع كنت في نفس المكان وبنظف برضه، لكن كان الوقت اتأخر شوية والشمس غابت. لكن المرة دي خلال التنظيف لما تكون الغرف دي في ظهري، يعني مش شايفها، كنت بحس ان في حد بيطلع دماغه من غرفة منهم ويبص عليا ويتابعني. ما تسألونيش كنت احس ازاي، بس اكيد انتوا ممكن جربتوا الاحساس ده قبل كده. وفجأة حسيت نفسي متوترة وخايفة لاني لوحدي في بيت كبير ومحدش معايا. بس بعدين اتغلبت على خوفي، وفجأة سمعت صوت حاجة بتقع وتتهبد على الأرض في نفس الغرفة اللي كنت بحس إن في حد بيتابعني فيها. اتخضيت في الأول وسميت الله، وقمت أشوف في إيه، وأنا جوايا شيء من الخوف، ولقيت شوال كبير وقع على الأرض بدون أي سبب. حاولت على قد ما أقدر أشيله وأسنده على الحيط، ولما خلصت وخلال ما أنا طالعة من الغرفة كنت متأكدة إن وقتها في حد ماشي ورايا. كانت في حرارة في ظهري وريحة بخور قوية، لكن ريحتها
ما كانتش حلوة أو وحشة، كانت في ريحة غريبة وخلاص. ولما وصلت لنص الحوش وكل حاجة حواليا مستمرة، قلت وأنا بص قدامي: لا تأذيني ولا أذيك، وعلى البركة، لا ضرر ولا أذى. وفعلا الريحة اختفت، والحرارة اللي كانت في ظهري اختفت هي كمان. لكن الموقف ده ما كانش الوحيد، وانا ما كنتش بحكي حاجة لجوزي علشان ما يقلقش عليا، فكنت بطنش الحاجات ديت طالما ما فيهاش أذى. لحد ما في يوم قررت احكي لجوزي ويتصرف يلاقي حل، لان ما ينفعش نعيش هنا تاني. الباب خبط في نص الليل، ودي أول مرة تحصل من وقت ما اتجوزت. قمت وقفت ورا الباب وأنا بقول مين، وسمعت صوت جوزي من ورا الباب وهو بيقول لي: افتح الباب. جوزي لو اتأخر في السفر بيرجع العشاء بالكتير، وأحيانا بيفضل إنه يرجع الصبح لو الوقت اتأخر. لكن طالما صوت جوزي، فتحت وقلت في بالي يمكن المرة دي حصلت حاجة جديدة أو ظرف طارئ يعني خلاه يجي في الوقت ده. وأول ما فتحته وسبحان الله ما ارتحتش لجوزي، قلبي اتقبض لما شفته، مع إني في العادة بكون فرحانة جدا أول ما بيوصل، لأنه بيونسني وبيجيب لي معاه حاجات بحبها، لبس أو حلويات. لكن المرة دي كنت خايفة منه، ولولا الملامة كنت هقفل الباب في وشه. وقف وضحك لي كده ابتسامة لزجة ما شفتهاش على وش جوزي قبل كده. رجعت لورا شوية علشان يدخل، ولما دخل راح على طول ناحية أوضة النوم، مع إنه في العادة بيقعد على الكنبة شوية يطلع المحفظة بتاعته ويعد الفلوس ويقول لي أسخن له مية أو أحضر له أكل. ما عملش ولا أي حاجة من الحاجات ديت. فقلت له: مش عايزني أسخن لك مية علشان تستحمى؟ زي ما يكون كان ناسي وافتكر، ورجع راح ناحية الحمام وقال: أيوة. أنا اتمشيت بالراحة ودخلت غرفة النوم وقفلت الباب بسرعة، ووقفت وراه وأنا قلبي هينفجر من قوة الضربات. وفي نفس اللحظة اللي قفلت فيها الباب بقوة، سمعت خبط قوي جامد على الباب، مع إن كان بينه وبين الباب كذا متر، يعني على الأقل هيوصل ويخبط بعد ثواني. لكنه في نفس اللحظة خبط بقوة وبدون ما يتكلم. أنا وقفت ورا الباب مرعوبة، ومع كل خبطة جسمي بيتنفض. كنت عارفة إن اللي ورا الباب ده مش جوزي، ده أكيد الجن اللي كنت بحس بوجوده معايا الفترة اللي فاتت. حاولت أقرأ كل القرآن اللي أنا حافظاه بعد ما مشيت بالعافية واترميت على سريري، وأنا بحاول أسد ودني عن صوت الخبط اللي كان بيوقف لحظة ويستمر لحظات. اللي ورا الباب ما كانش جوزي، حتى ما كلمنيش ولا نادى عليا ولا قال ولا كلمة. وبعد وقت ما عرفش قد إيه، صوت الخبط قل بالتدريج لحد ما اختفى خالص، وانا فضلت حابسة نفسي في الأوضة لحد الصبح. وبعدين رحت بيت أهلي وحكيت لهم اللي حصل، وجوزي بعدها رجع وحكيت له، وسيبنا البيت وسكننا في بيت تاني. وبكده وبكل سرعة وسهولة تكون القصة الأولى خلصت. لو فاكر إن اللي فات ده أقصى رعب، خليك مكمل، علشان القصة الجاية الرعب فيها ما كانش في بيت، لكن كان في شخص واحد من وهو طفل. يلا بينا على القصة التانية. مش كل اللي بيشوف الجن بيشوفهم مرة وخلاص. القصة دي عن شاب من وهو عنده 10 سنين وهو شايفهم، سامعهم وبيظهروا له في أماكن مختلفة. بنت صغيرة بتنادي عليه باسمه في نص الليل، تظهر فجأة وتختفي فجأة. الغريب إنه بيقول إنه ما بيخافش، بس اللي حصل معاه هيخليك تتمنى إنه كان خاف من الأول. كنت بشوف الجن على هيئة بنت صغيرة لما بكون قاعد على سطح بيتنا بالليل، وحاجات كتير حصلت معايا وأنا قاعد لوحدي على السطوح. الأحداث بتبدأ من الساعة 1 بعد نص الليل، بس هحكي لكم قصتي من البداية خالص. لما كان عندي 10 سنين، اسمي سيد وعايش في القليوبية، وعندي 24 سنة. ما بخافش من الجن الحمد لله، وحصلت بيني وبينهم مواقف كتير هحكي لكم معظمها دلوقتي. عندنا بيت مكون من 4 أدوار، ولما كان عندي 10 سنين كنت ساكن في الدور الرابع، وكنت بحلم حلم متكرر لمدة 5 سنين إني نايم وفي قطط شكلها مخيف جدا بتيجي تقرب على جسمي وتبدأ تاكل فيا. والغريب إني بحس بلحمي وهو بيتقطع بين أسنانهم،
5 سنين والحلم ده بيتكرر من وقت للتاني لحد ما اتعودت عليه. كبرت وبقى عندي 15 سنة. كنت تقريبا في الإعدادي، وأنا بصراحة من عشاق الضلمة، فكنت بطلع على السطوح واخد السماعة معايا، وكان تليفوني نوكيا ساعتها. كنت أشغل أغاني وأنام وأنا باصص للسما، بغمض عيني لحظات وأفتح لحظات، وبكون منسجم مع الأغنية يعني وكده. وفي يوم غمضت عيني وأنا سرحان مع الأغنية، ولما فتحت شفت بنت واقفة فوق رأسي، يعني رجليها اليمين جنب ودني اليمين والشمال جنب الشمال، وبص عليا من فوق. اتخضيت شوية من المفاجأة واتعدلت أبص عليها وأشوف هي مين وجت هنا إزاي، لكنها اختفت. طولها كان متر تقريبا، يعني قصيرة، وشعرها أسود ونازل على وشها، ولابسة ملابس غامقة. بس أنا الحمد لله زي ما قلت لكم ما بخافش من الحاجات ديت، بالعكس أنا بحب أتابع قصص الرعب جدا والأفلام، وقلبي جريء شويتين في الحاجات ديت. بصيت حواليا أدور عليها أشوفها اختفت راحت فين، وقعدت أدور عليها بالفعل في الأوض اللي في السطح وعلى السلالم، لكن ملهاش أي أثر. رجعت مكاني تاني، ولما مدت سمعت حد بيناديني باسمي بصوت همس كده، وبيمد في الاسم زي ما بيشوف في الأفلام. قمت برضو دورت هنا وهنا، لكن مفيش أي أثر. بقيت كل ما أطلع السطح وأنا على السلالم وطالع بسمع اسمي بيتنادى عليا بنفس الصوت ونفس الهمس، ولما أطلع ملاقيش أي حاجة. بعدها ما بقيتش أطلع السطح تاني، وبقيت أنزل أقعد مع أصحابي شوية وأغير جو، وغبت عن السطح أسبوعين أو أكتر. وفي يوم طلعت السطح في نفس الميعاد اللي بسمع فيه الأصوات دي. يعني أنا كنت في العادة بطلع من الساعة 10 مثلا، وتبدأ تحصل الحاجات دي حوالي الساعة 1. اليوم ده أنا قررت أطلع الساعة 1:30 بالليل، وبالفعل شفتها. خدت السماعة وطلعت لفوق على طول. لقيتها واقفة في الصالة في نص السطح بنفس الشكل اللي طلعت لي بيه قبل كده. شعرها نازل على وشها، وعينيها حادة بتخوف، وبتبصلي نظرات ثابتة، وبتنادي عليا بنفس الهمس ونفس الصوت اللي كنت بسمعه منها دايما. قربت منها خطوة واتنين وتلاتة لحد ما وقفت قصادها، وكان بيني وبينها حوالي متر. بتقول اسمي وتكرره، ما بتقولش غيره. فجأة اختفت وهي قصاد عيني. بعدين ما بقيتش اطلع السطح كتير، بس كنت بشوفها وتظهر لي في اماكن مختلفة غير السطح. يعني اوقات اشوفها على السلم، المعها قدام باب الشقة، اسمع اسمي بيتنادى عليا بالليل من السطح. وشوية خيالات كده، مثلا راجل ماشي على الحيطة وانا نايم، اكون نايم واصحى على صوت حاجة بتتخبط جنبي وما ركزتش قوي. وفي يوم جمعة كنت قاعد وحدي في الشقة حوالي الساعة 11 الصبح. فطرت وعملت شاي وكنت داخل الحمام اغسل ايدي، واول ما دخلت سمعت صوت الكوباية والمعلقة اللي سايبهم على الترابيزة بيخبطوا في بعض بصوت واضح، وما فيش حد في الشقة غيري. خرجت من الحمام اشوف بيحصل ايه، لقيت المعلقة والكوباية مرفوعين في السقف وبيخبطوا في بعض، ولما شافوني نزلوا مكانهم تاني. انا معرفتش اعمل ايه، والحوارات دي اللي بتحصل ليه وعاوزين منها ايه. لفيت علشان ادخل الحمام تاني، لقيت شطافة الحمام مفتوحة والحنفية مفتوحة على اخرها. قفلتهم وخلص الموقف على كده. من المواقف كمان اللي حصلت معايا وما قدرتش انساها لما كنت في بورسعيد. انا بحب الصيد واخدها هواية يعني على قدي وكده. وفي يوم كنت في بورسعيد، والمعروف ان فيها اماكن كتير ضلمة، فكنت قاعد بالليل وبصطاد مع نفسي كده ومستمتع بصوت المية والشجر والهدوء. حتى الليلة ديت ما كانش فيها قمر، كانت كلها اسود في اسود. ماسك التليفون فاتح شات والسنارة قدامي، وفجأة ظهر صياد جنبي لازق فيا. جه منين وقعد امتى مش عارف، بس فجأة شفت على نور الموبايل واحد قاعد جنبي لابس لبس الصيادين اللي بيلبسوها للشغل، طاقية وهدوم قديمة باهتة. كان قاعد جنبي وباصص في التليفون معايا. رفعت التليفون بصيت عليه، اختفى فجأة زي ما يكون ما ظهرش أصلا. قمت بصيت شمال ويمين، مفيش حد في المكان غيري. رجعت قعدت على الحجر ومسكت التليفون، ونفس اللي حصل من شوية اتكرر تاني. فجأة ظهر جنبي وبص معايا على التليفون واللي بعمله فيه، ولما حسيت بوجوده جنبي
ورفعت التليفون أبص عليه، اختفى تاني. قمت لميت العدة وقلت مش قاعد هنا تاني، ورجعت للبلد. اتجوزت من 1.5 سنة تقريبا، ولحد دلوقتي بتحصل معايا مواقف زي اللي حكيتها لكم ديت. وآخر موقف كان من يومين، ومش عارف ايه اللي بيحصل معايا ده أو بيحصل ليه، بس الحمد لله برضه ما بخافش، وبتعدي على خير وربنا بيستر. ودي كده كانت القصة التانية بتاعت النهاردة. في القصتين اللي فاتوا الرعب كان فردي، شخص واحد أو بيت واحد، إنما بقى القصة اللي جاية الرعب فيها ناس حارة كاملة، وناس ملهاش ذنب غير إنها كانت قريبة. في ناس بتقول إن اللي يموت مظلوم روحه ما بتطلعش، وفي ناس بتقول إن النار لو دخلت في جسم إنسان بتفضل علامة حتى بعد الموت. القصة ديت حصلت من أكتر من 40 سنة في حارة صغيرة في محافظة الشرقية. راجل اتحرق قدام الناس، كان بينادي وبيستغيث والكل سمعه بس محدش لحقه. ومن الليلة دي كل يوم الساعة 3 الفجر بيبقى في صوت جري وصراخ ونار، مش علشان يخوفهم لكن علشان ينتقم. يلا بينا على القصة التالتة. الإنسان لما بيموت بطريقة مش طبيعية بيطلع مكانه عفريت، وكمان بيحاول ينتقم من اللي قتلوه. ناس كتير ما بتصدقش الكلام ده، بس أنا صدقته من وأنا صغيرة. وقتها كان عندي 6 سنين، والقصة دي حصلت زمان جدا من حوالي 40 سنة. أنا من محافظة الشرقية، وكنا ساكنين في حارة فيها 6 بيوت بس، 3 بيوت مسلمين و3 مسيحيين. كنا عايشين في سلام وسعادة، والبيوت كلها مفتوحة على بعض. وقتها كنت صغيرة وبنلعب سوا في الشارع، وبالليل كنا ننام على حصير قدام البيوت. وفي ليلة كنا نايمين جنب بعض في الشارع، وفجأة سمعنا صوت حد بيصرخ من بعيد، ولما بصينا لقينا نور جاي علينا من بعيد وبينادي على الناس كلها. ولما قرب مننا اكتشفنا انه عم نجيب، والنار ماسكة فيه. صرخاته كانت مؤلمة جدا، وقلوبنا اتزلزلت من المشهد ساعتها. كان عمال ينادي على الناس ويخبط في الابواب والحيطان علشان حد يلحقه من النار اللي ماسكة فيه. الناس خرجت تجري من البيوت وحاولوا يطفوه بالمية، لكن مفيش فايدة. قعد ينادي على أمه وعلى أبوه بصوت كله عذاب، وفي وسط ما هو بيتخبط في الحيطان هنا وهنا راح واقع على الأرض، وصوته سكت بالتدريج لحد ما بقى صمت تام. احنا الأطفال واللي كان عددنا 20 وقتها كنا واقفين مرعوبين من المنظر وبنبكي من الخضة، خصوصا انه اب ال4 من اللي واقفين معانا. وقتها شفت امه وهي بتاخده في حضنها وجلده سايح، لكن الغريب عينيها ما كانش فيها اي مشاعر. يمكن محدش شافها غيري لانها كانت قاعدة على الارض وقريبة من مجال الرؤية بتاعي. عينيها ثابتة ما فيهاش دموع. اخواته والجيران كانوا كلهم بيجروا وراحوا بيه على المستشفى، ولما عمي رجع عرفنا منه اتحرق ازاي. عم نجيب واخواته كانوا عندهم مزرعة فراخ جنب الترع، وكانوا بيولعوا الكلوبات علشان يدفوا الفراخ وكده، وبيستخدموا الغاز السائل اللي كنا بنشتريه زمان. وهو تقريبا اتكب عليه شوية غاز وهو بيملى الكلوب أو حاجة زي كده، ولما ولعوا النار مسكت فيه. صرخ وطلب من اخواته ال3 ينقذوه، لكنهم خافوا مع انهم 3 رجالة يعني كانوا يقدروا يلحقوه، لكنهم خافوا وبعدوا عنه. راح قام يجري بره المزرعة علشان كان فيه رشاح فيه مية يرمي نفسه فيه، لكن الرشاح ده ما كانش فيه مية وبس، كان فيه زيوت ومخلفات. ولما نط في النار مسكت فيه أكتر، وبعدين جرى ناحية البيوت علشان حد يلحقه من الجيران، وكان بينادي على الجيران بالاسم: يا عم فلان الحقني، يا عم فلان النار ماسكة فيا. وكانوا بيحاولوا يساعدوه ويطفوه فعلا. والغريبة انه نادى على الناس كلها ما عدا ابوه وامه. مات في المستشفى بعد 3 ايام، وامه قالت ان هي شالت الخراطيم منه علشان يرتاح خالص. ومن وقتها بدأ الجحيم في حارتنا. كل يوم في نفس الميعاد اللي اتحرق فيه، اللي هو الساعة 3 قبل الفجر، نسمع صوته وهو بيصرخ ويجري في الحارة ويخبط على البيوت والشبابيك وبينادي على الناس كلها حتى الأطفال. واحنا طبعا من بعدها ما بقيناش ننام من بره البيوت تاني،
بقينا ندخل ننام في البيت، صوت جري ورعب ونار كأنه حقيقي بالظبط. كل يوم بقينا نقفل الابواب من بدري وكل واحد بيلتزم في بيته، لكن لسوء حظي ان الاوضه اللي بنام فيها هي اللي على الشارع، والاوضه اللي بيناموا فيها ابويا وامي كانت في البيت جوه. فكنت كل يوم اعيش الرعب ده، ولما اقول لامي اللي بسمعه تقول لي سد ودانك ونامي. كنا كل يوم احنا الاطفال نسمع كل حكايه ونحكي لبعض تاني يوم واحنا مرعوبين مش عارفين نعمل ايه. الناس كلها ما كانتش عارفة تعمل ايه. طبعا لما كان الخبط على الابواب يشتغل ما كانش حد بيفتح الباب، لان كلنا عارفين انه عفريت عم نجيب. لحد ما في يوم خبط على الباب اللي قصادنا، وكانت ساكنة فيه خالتي صباح ام محمد. وراحت واحدة من البنات الصغيرين قامت وفتحت له الباب، وشافته واقف قدامها مولع، وراح مسكها علشان يشدها وياخدها معاه بره البيت. والبنت تصرخ. خالتي صباح صحيت وجريت بسرعة تسحب منه البنت، وصرخت فيه انت بتعمل ايه؟ وبقيت تشد من ناحية وهو يشد من ناحية، وهي تصرخ والناس كلها صحيت ومنهم امه. وما سابش البنت غير لما امه صرخت وقالت له ارجع مكانك وما تجيش هنا تاني. بعدها نجيب بدأ ينتقم من اخواته التلاتة اللي سابوه يولع وخافوا يساعدوه. هم ما كانوش ساكنين معانا في نفس الحارة. تاني يوم سمعنا انهم لقوا ابن اخوه وولع في الشارع قدام بيتهم والنار مسكت فيه. ولما جريوا بيه على المستشفى قال لهم ان عم نجيب ظهر قدامي وقال لي هولع فيك زي ما حصل معايا علشان ابوك هو السبب وولع فيا. وبعدين اختفى. الابن لحقوه، وبعد كام سنة اتجوز وخلف، وابنه حصل فيه زي ما حصل معاه. قال له عمو نجيب اللي في الصورة ظهر وولع فيا وقال لي كذا وكذا. وبعدين الطفل مات وابوه مات بعده على طول. اخوات نجيب كل واحد فيهم مات له ابن. الاول ابنه مات في حادثة عربية، والتاني ابوه داس عليه بالعربية وهو راجع بظهره وما شافوش. واخواته قالوا ان نجيب راح ينتقم مننا. وفي ليلة سمعنا صوت خالتي سوريا وهي بتصرخ وبتقول الحقونا البيت كله بيولع بينا. الناس كلها صحيت وحاولوا يطفوا البيت، وسوريا واقفة بتصرخ وأولادها في حضنها وهي بتقول نجيب جالي وقال لي هولع فيكي ومش هسيبك. أم نجيب قالت لها عمل فيكي كده ليه؟ قالت لها علشان في الليلة اللي ولع فيها كان بينادي على اسمي وسط الأسماء، وأنا قلت له ماليش دعوة، ما تولع أنا مالي، وهو دلوقتي جاي ينتقم مني. محدش قدر يطفي بيتها، النار كلته كله. والعجيبة إن بيتها بس من وسط البيوت اللي ولع. البيتين اللي لازقين فيها من ناحية اليمين والشمال النار حتى ما لمستهمش. فضلت الحارة على الوضع ده من وانا عندي 5 سنين لحد ما بقى عندي 12 سنة. وكانوا يقولوا لنا ما تخافوش، هو بينادي عليكم علشان يخوفكم بس لكن مش هيأذيكم. لكننا كنا بنخاف حتى بعد ما كبرنا. كنا بنخاف ندخل الحارة حتى في الصبح، والنور كمان كان بيقطع عندنا كتير. وفي يوم دخلت الحارة والنور قاطع، وكنت معدية قدام بيت عم نجيب، وفجأة شفت أمه وهي فاتحة الباب والنار مولعة في البيت كله من جوه. ولما شافتني راحت قفلت الباب بسرعة. وحصلت حوادث كتيرة تانية لحد ما أبويا قرر نطلع ونسيب الحارة ديت. وباقي الناس برضو كان اللي يلاقي فرصة منهم إنه يسيب الحارة كان بيطلع ويسيبها وما يرجع لهاش تاني. وبعد ما خلصنا القصة التالتة عاوز أقول لكم إن القصص اللي انتوا سمعتوها النهاردة حصلت مع ناس حقيقية وفي أماكن حقيقية. يمكن تصدق ويمكن تكذب، بس اللي أكيد إن أصحاب القصص ديت عاشوا الرعب ده بجد. لو سمعت القصة ديت للنهاية اكتب تم في الكومنتات وقول لي أنهي قصة فيهم كانت أقرب لقلبك وأكتر واحدة خوفتك. ولو حصل معاك موقف ملوش تفسير وحابب تحكيه ابعت لي رسالة، ويمكن تكون قصتك هي اللي جاية على حكاوي النسر. تصبحوا على خير.